بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناه ست البيت. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض التولي بطريقه سهله وحلوه قوي. قبل ما ابدا الفيديو عايز اشكر من داخل مصر وخارج مصر كل الناس اللي بتتابع القناه وربنا يوفق الجميع. انا حطيت هنا 4 بصلات متوسطين، قطعتهم شرايح كده، هنحط عليهم رشه سكر بالمنظر ده كده ماشي، ونقلب بقى الحاجات دي كلها مع بعض. بعد ما تبلنا كده البصلايه بشويه السكر، حطيت بقى معلقه سمنه كبيره وشويه زيت، هنقلب بقى كله مع بعض كده. صحيح انا حطيت حته ليا قطعتها ماشي عشان تدي طعم طبعا التولي. هنسيبها شويه ونيجي مع بعض. بصوا القطع السبيكه شويه، هنحط بقى البطاطس طبعا مقطعها مكعبات ماشي، هنقلبها ونسيبها شويه مع بعض عشان البطاطس تاخد سوا شويه عن الكوسه ماشي. لو عندك فاصوليا او بسله حطيها. هنقلب بقى الحاجات دي ونسيبها شويه ونيجي مع بعض. بصوا بعد ما خلاص كده غلت اهي ماشي، هنحط بقى الكوسه. بقولك لو عندك بسله عندك فاصوليا حطي ماشي. انا عندي دلوقتي بس بطاطس وكوسه ماشي. هنقلب بقى الحاجات دي ونحط عليها قوطه عصرينها برضو، ونحط التوابل بقى ونسيبها ايه تستوي ماشي. نقلب بقى كده. نحط كمان القوطه، طبعا القوطه دي مفرزاها. هنحط بقى التوابل ونسيبها ايه تستوي. بقى الرز حطيت معلقه سمنه ومعلقه زيت. نقلب بقى الشعريه كده. طبعا لو عايز تعملي رز حبه بحبه اللي يعجبك ماشي. نقلب بقى الرز كده لما يحمر. بصوا كده الشعريه خلاص اتحمرت. نحط بقى الرز ماشي، ونقلبه بقى ونيجي مع كده. نقلب الرز ماشي خلاص كده. نحط له بقى الميه، نحط الملح ونسويه يستوي. ادي الاكل خلص. ادي اللي هو التولي، بس ما لقيتش ولا بسله ولا فاصوليا، فعملت ايه كوسه وبس البطاطس والفلفل الالوان ماشي. وادي الشوربه، بصوا الشوربه عامله ازاي ما شاء الله ماشي. وادي الرز، وبألف هنا وشفا.